لو عندك مشاكل مع البسبوسة وأكد لك إن بعد الفيديو ده البسبوسة عمرها ما هتبوظ منك أبدا. هنعمل النهاردة بسبوسة الحلواني المكرملة بأسهل طريقة، هقولكوا على كل تفاصيلها وتكاتها بدون بيكنج باودر بدون زبادي. طريقتها سهلة جدا وتفاصيلها بسيطة جدا جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي بسنت، هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الفيديو. هنجهز بقى المكونات. معانا نص كيلو من دقيق السميد، كوباية الا ربع من اللبن، كوباية الا ربع من السمنة، كوباية من السكر، ربع كوباية من المية، معلقة من عسل الكلوبوز. لو مش متوفر ممكن نستخدم عسل نحل. اول خطوة هنعملها وهي كرملة السكر. لازم نجيب حلة غويطة، وهتعرفوا ليه دلوقتي ان احنا لازم نستخدم حلة غويطة. هنحط فيها السكر وعليها ربع كوباية المية، ونبتدي ان احنا نسيب السكر بتاعنا لغاية ما يتكرمل. اهم حاجة ان احنا ما نحطش فيه اي معلقة ولا اي حاجة وهو بيتكرمل قبل ما لونه يتغير، عشان السكر بتاعنا يدوب وما يسكر.